حرفيا لو كنت شفت احداث القصه دي في فيلم كنت هقول ده فيلم هابط وهبل، واكيد مفيش حد في الدنيا بيمر بالحاجات دي لوحده. عمري كده من وانا صغيره مفهميني انه البيت هو الاحتواء والسند والامان، واي حاجه حلوه بتجيلنا من بيتنا. تخيلوا لما كل حاجه وحشه تجيلنا من بيتنا. قبل ما احكي القصه دي خلينا نتفق مع بعض ان البنت واصله لاسوأ مراحل النفسيه والاكتئاب يعني خلاص مفيش بعد كده. فننقي كلامنا، ننقي الفاظنا، ننقي نصايحنا علشان ما نتسببش في اذيتها. انا بابا توفى وانا عندي شهر، وامي اتجوزت وانا عندي 5 شهور، وجدتي اللي ربتني. انا كنت في مدرسه ازهريه وحفظت القران كامل، بس ماما حست اني بقيت حمل عليهم ورفضت اكمل تعليمي وطلعتني من تانية اعدادي، وخطبتني لواحد انا معرفوش وانا عندي 13 سنه. واكتشفت بعد كده ان امي واخداني السلعه. خطبتني 6 مرات، وكل مره تتلكك وتفركش وتضحك عليهم وتاخد الذهب. انا كنت عيله مش فاهمه حاجه. وبعدها جدتي تعبت فجاه وكان لازم تسيبني عند امي عشان تروح عند اخواتها تتعالج. وقتها كان عندها 16 سنه. وفي يوم جوز مامتها حاول يعمل معاها حاجه من الخلف. ما تتفاجئوش، دي مش كارثه القصه، دي يا دوبك عتبه في القصه. هي جرت على اخوها الصغير اللي هو من مامتها، والراجل ده اللي هو جوز امها صحته، واستخبت عنه لحد مامتها يعني جت. والمصيبه انها حكت لمامتها، وهنا بدأت اكبر وازبل معاناه ممكن بنت تمر بيها في الحياه لما تقول لاهلها حاجه حصلت لها. قالت لها مامتها ايه بقى؟ انت كدابه، انت جايه عاوزه تخربي بيتي، انت عماتك مسلطينك عليا، ولو حكيتي لحد هموتك. فانا رحت لعمي الكبير اللي واكل اصلا ورث ابويا وحكيت له، قلت له ما ترجعنيش لامي تاني. خدني بالعافيه ورجعني لامي وضربوني كلهم. شعري كان طويل جدا، قصولي شعري زي الشباب وبهدلوني. وماما كتفتني بحبل في البلكونه وقالت لعمي احنا هنوديها ملجأ لحد ما يجيلها عريس ونجوزها. قال لها ماشي وانا همضيلك، وسابوني. سابوها متكتفه. وصعبت على اخويا الصغير، فكني وسبت البيت ومشيت حافيه بهدوم البيت ووشي متعور. القصه دي انا اصريت ان انا اقراها مش احفظها واحكيها، لان تفاصيلها كتير وكل تفاصيله فيها اهم من اللي قبليها، فمش عايزه انسى حاجه. بصوا بقى هي لجأت لايه. واحد في الشارع ما تعرفوش، قلت له مشيني من هنا، ووقتها خدني وداني مكان في الشارع وسابني ومشي لانه كان خايف مني، لانها كانت متعوره طبعا متشلفطه خالص. وقعدت 1.5 سنة بنام في الشارع، شفت ابشع الحاجات واتمرمطت وما لقيتش حته اروحها. وفي يوم قابلت واحده وقالت لي تعالي اقعدي عندي في البيت هتخدميني وتاخدي بحسي. وكان عندها شابين عيالها يعني. ابنها الصغير قام بالاعتداء عليها، بين قوسين اغتصبها. ما بقتش بنت. ولما جت يعني جت الست دي قالت لها ان ابنك عمل كذا كذا كذا، ضربوها ومرمطوها ورموها تاني في الشارع. وكانت هي ساعتها بتنزف من اللي حصل يعني. خفت ومعرفتش اعمل حاجه عشان ماليش حد اروح له. وبعدها كملت مرمطه في الشارع، واخر ما تعبت رجعت بيتنا تاني. قلت لامي اعملي اللي انتي عاوزاه بس بلاش الشارع وبلاش الملجأ، وعرفتها اللي حصل لي. وقتها كان في واحد متقدم لي، كلمه مش راجل دي قليله عليه، بس اضطريت اوافق عشان ما نمش في الشارع. واتبهدلت تاني، وماما قالت لي هعمل لك عمليه رجعك بنت ومحدش هيعرف. وانا حسيت انه ده غش وحرام، فرحت للي هتجوزه وصارحته بكل حاجه، وهو تقبل وما كانش عنده اي مشكله، وبعدها اتجوزنا. هو طبعا موضوع ان انت تروحي تقولي للراجل ان انت فقدتي عذريتك ده صح ام غلط، الشيوخ اجمعوا على ان هو غلط، واجمعوا ان لازم تستري على نفسك وانك ما تعمليش العمليه دي، والله اعلم. اما في حاله بقى ان انا كنت دايما بقول لبنات كتير يعني نار بيتكم ولا جنه الشارع، فهمتوا دلوقتي وعرفتوا ليه انا بقول كده. فعلا فعلا نار بيتكم لو ابوكي وامك مولعين في بعض توليعه كده، وامك بتطفي السجاير تحت باطك، اهون
من اللي هتشوفيه في الشارع. المهم شفت معاه اوسخ ايام حياتي، بقى كل شويه يعايرني ويقول لي انا اللي سترت عليكي، اوعي تنسي نفسك، وما كانش بيصرف علينا. خلفت منه بنت واتبهدلت انا وهي، وما كنتش مستحمله اعيش معاه، وابتدى يخليني اكلم صحابه الرجاله عشان اضحك عليهم واخد فلوس عشان اعرف ااكل بنتي. وقتها دخلت في سكه الادمان، مهدئات ومضادات اكتئاب، وقررت اني لازم اتطلق واشتغل واشيل نفسي، وعملت حوار على جوزي عشان يرضى يطلقني، والحمد لله اتطلقت. بس كنت فاكره انه هيسيبني في شقتي، وقتها طردني وخد حاجتي كلها. ما هنش عليا اسيب بنتي وخدتها معايا، ورجعت انام في الشارع تاني لما ما لقيتش حته اروحها، لحد ما لقيت شغل وسافرت محافظه تانية واشتغلت. بس ما كنتش عارفه اشتغل من بنتي اللي عندها 3 سنين، والحمد لله عرفت اخد شقه ايجار جديد وعشت فيها انا وبنتي. بس يا شاهي ما كناش لاقيين ناكل، وانا المهدئات دمرت صحتي واتبهدلت. خدت حاجتها اللي اهلها جابوها لها يعني في الجواز، وفرشت الشقه. بس ما بقتش حمل شغل ولا بقى فيا صحه، لحد ما قررت اتجوز اي حد يشيلني وخلاص، لاني ندمت اني اتطلقت. كان احسن ما انام في الشارع ببنتي. المهم كان في واحد اعرفه زمان وكان بيحبني، رجعت كلمته واتفقنا على الجواز، بس امه كانت رافضه رفض قاطع. وبعدها اتجوزنا، بس هو قال هنكتب عرفي عشان معهوش فلوس للرسمي، وجاب امه واخواته واتجوزنا، وجه عايش معايا في شقتي اللي انا جايباها. قال ماشي على القد قوي يعني، والدنيا مزنقه، وانا رجعت احاول تاني اني اتصرف في فلوس عشان بنتي وعشان امشي البيت، لانه هو بصراحه متدلع في موضوع الشغل ده، وبصراحه انا بحبه ومش ناسيه وقفته جنبي لحد ما بطلت المهدئات والبرشام. هو اللي كان قاعد بيا، هو حنين جدا، بس مشكله دلوقتي انه حتى مش عارف يدفع الايجار ولا يعمل اي حاجه، ولا حتى في فلوس نروح نسجل جواز. المهم اني اللي استغربت منه ان امه وافقت عليا بعد الرفض ده كله، وكنت بقول لنفسي لانه اتمسك بيا وعمل مشاكل عشاني. المهم حاسه انها بتدور لهم على اي جوازه ما تكلفش حاجه وما يدفعوش فيها جنيه، ومش عارفه اعيش معاه بعد الاحساس اللي حسيته ده، وخايفه اسيبه وما نلاقيش ناكل تاني، واتمرمط ببنتي هي ملهاش ذنب، وهعيش تاني ازاي وانا ماليش مكان اروحه ولا حد يقف جنبي. انا مش يائسه من رحمه ربنا الواسعه، انا بس مش عارفه اعيش. نصيحتي ليكي فورا تخلصي من الراجل اللي انت عايشه معاه ده بطريقه ذوق، بالمحبه، بالمعرفه الطيبه. خلينا يا ابني معرفه طيبه واصحاب وحبايب من بعيد لبعيد. اقفلي بابك عليكي، انت بتقولي ان انت اللي جايبه الشقه وانت اللي فرشاها، ده بيتك تفضلي قاعده فيه، هو يرجع يعيش عند مامته، ويبقى بينكم تليفونات كل فين وفين كده تسالوا على بعض. اتعدل جابلك شقه وفرلك فلوس ارجعي له، ما اتعدلش ما وفرلكيش شقه ما جابلكيش فلوس يصرف عليك انت وبنتك، ما ترجعيش. انزلي دوري على شغل وقفي على رجلك تاني بالحلال بالحلال. ان شاء الله لو هتشتغلي انك تساعدي الناس في بيوتها، هتلاقي 1000 من يفتح لك بابه ويقولك اتفضلي طول ما انت امينه، ومش عيب. لكن انك تبقي مستسلمه ومش عارفه تعملي ايه، ده لا. انت عديتي بصعوبات كتير وكنتي قدها وعرفتي تتخلصي من الصعوبات دي. المره دي الموضوع اسهل من كل مره. انت قاعده في شقه ايجار، انت اللي مأجراها بعفشك انت ببنتك، فاقفلي بابك عليكي وطلعي هذا الرجل، هو كويس وحنين واقف جنبك وكلام جميل قوي، نبوس وكده ونخلي ايه في بينا معرفه طيبه مش اكتر، لحد ما يثبت ان هو راجل ابن ناس. ساعتها تعالى يا ابني نتجوز رسمي ويلا انا اعيش معاك. ايه اللي يخليكي تقبلي بوضع ده؟ انت في وضع اسوأ بكتير من انك تقبلي بوضع زي ده. دي نصيحتي انا ليكي. شغل مش عيب، دوري على شغل حلال مرة واثنين وثلاثة لحد ما تقفي على رجلك وتقدري توفري لبنتك. المفروض بنتك السنة الجاية تدخل مدرسة، تقدري توفري لها مدرسة وتوفري لها حياة كريمة. عافي عشان نفسك وبنتك. اللي عنده كلمة يقولها لها، اللي عنده نصيحة أو مساعدة يقدمها لها.